في إطار التحضيرات المكثفة لاحتضان فعاليات رياضية بارزة في المملكة، بما فيها نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم لعام 2030، والتي ستقام بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، تم تسجيل تقدم ملحوظ في أعمال توسعة ملعب طنجة العظيم. التقارير التي أصدرها موقع ليو 360 في 4 فبراير الحالي توثق السرعة في إنجاز إضافة مدرجات جديدة وطابق مستدير جديد بأيدي الشركة المعنية بالمشروع. المعلومات التي تم نشرها والتي تضمنت صوراً من التقرير المذكور تفيد بأن عمليات التحسين والتوسعة ستعزز من القدرة الاستيعابية للملعب لتصل إلى حوالي 90,000 متفرج، مع إضافة تقارب 15,000 مقعد بالمدرجات السفلى. كما ستشمل أعمال التوسعة إدخال مرافق جديدة حول الملعب وفوق سطحه لتفي بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بما في ذلك القضاء على مضمار السباق الأزرق وإقامة ممر خاص ومنطقة معدة لاستقبال الشخصيات الهامة. تجدر الإشارة إلى أن الجهود لا تقتصر على ملعب طنجة وحده، بل تمتد لتشمل ملاعب الرباط وفاس التي تخضع لعمليات تجديد وتوسعة مماثلة، بالإضافة إلى خطط لإنشاء ملعب جديد في الدار البيضاء يراعي المعايير العالمية بهدف استضافة مباريات كأس العالم لعام 2030 وكأس الأمم الأفريقية لعام 2025.